أن هناك وعي شعبي عارم بأن هذه الحكومة لا تمثل طموحات الشعب، أن النظام بن علي لم يسقط رغم أن بن علي قد هرب، أن وزارة الداخلية لا زالت تحوي البوليس السياسي الذي يسير البلاد. لعلمكم في الأيام الأخيرة عاد البوليس السياسي ينشط بنفس الطريقة التي كان ينشط بها قبل 14 جانفي، عاد لمراقبة مكاتب المحامين، عاد للاتصال هاتفيا ببعض النشطاء والمعارضين ربما لتهديدهم أو التأثير عليهم. والشعب يعلم أن شعار إسقاط النظام يعني أن هذه الحكومة يجب أن تستخلص نتائج، يجب أن تعاد تشكيلها، يجب أن يعاد تشكيلها وأن ترحل. ولكن أيضا النظام لا يعني الحكومة فقط، لا يختصر في الحكومة، في الإدارة، في الإعلام. تعلمون أن التلفزة الوطنية التونسية تغير اسمها ولكنها تدار بنفس عقلية الحزب الواحد. مجلس النواب الذي هو مجلس نبع من انتخابات مزورة، مجلس المستشارين التي كانت العضوية فيه عبارة عن رشوة سياسية، لا زال قائمين، والشعب التونسي يرفض كل ذلك. بن علي قبل أن يرحل، عفوا فقط، بن علي قبل أن يرحل